حذاري تقعدوا على الكرسي ده. ايه الكرسي ده؟ الكرسي اللي كله هم وغم ومشاكل وطاقة سلبية. بنبقى لابدين ولازقين في ناس كده بيصدرونا طول الوقت طاقات سلبية وهموم ومشاكل وغم وهم ومضغوطين وقافلين طول الوقت. صدقوني انتوا بتتعيدوا منهم وبتلاقوا نفسكم انتوا كمان ما بتصدروش غير الطاقة السلبية والهم والغم والمشاكل. ليه لازقين فيهم؟ في مثل بيقولك من جاور السعيد يسعد. يعني دايما بصوا للناس الناجحه في حياتها، الناس الطموحه، الناس اللي كلها طاقه ايجابيه ونشاط وحيويه وضحك وهزار وخروج. البدو في الناس دي، الزقوا في الناس دي. بلاش تلزقوا في الناس وتقعدوا على الكراسي اللي بيبقى فيها طاقات سلبيه وهم وغم ومشاكل. مش قادرين تعيشوا من غيرها، معلش عيشوا من غيرهم. حاولوا ان انتوا تبصوا للناس الناجحه والناس الطموحه، هتتعبوا منهم وهتبقوا زيهم، لكن ما تمسكوش في الهم وتيجوا تزعلوا وتقولوا احنا مالنا كده تعبانين. كلنا زمان كان بيتقال لنا لما كنت قاعد قدام كنت شاطر، لما رجعت ورا مع الفاشلين بقيت فاشل زيهم. هي دي الحياة بالظبط. فبلاش نقعد على الكرسي اللي كله هم وغم وطاقة سلبية. من جاور السعيد يسعد.